السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيم روز أحمر بالدجاج من اللي نودكم، جابنين وفارك ما شاء الله كل كعبة وحدها، وزيت سهل في الطياب، طيب فيسع ويجي ما شاء الله من اللي نودكم. الريزلت على عينكم وتابعوا معايا الفيديو. لطياب الروز باش ناخذ كسرونة باش نحطها على النار فيها ما يغلي، وباش نحط كونتيتي ولا كمية الروز اللي باش نستعملها. بالنسبة لي استعملت رطل ونص روز، مانيش باش نغسله من شا كما متعودين، والا باش ننقع في الماء حكاية نص ساعة، باش نحطه طول على هكا الماء السخون، وباش نخليه يغلى حكاية 10 دقايق مش أكثر. وبعدين نصفوا الروز متاعنا، زدت شوية ملح وزدت شوية كركم باش ياخذ اللون. هذه خطوة اختيارية، ما يفوتش 10 دقايق أو حتى أقل باش ما يعجنش معانا، وبس زادة نعطوه فرصة إنه يطيب في الكسكاس ولا في البخار. نتفقدوا كعيبات الروز، اللي حاجتنا بيه كعيبات الروز يكونوا ملينين، معناتها ما همش طيبين وما همش نيين. كي تمس كعبة الروز تحسها هيك ملينة، تنجموا تطاوعك هكا. واخذاه وقته وتويكا باش نصفوه. نحط المقفول على النار يغلي، وهذا الروز متاعي مصفي. تويكا باش نعمل حاجة اللي هي أستيس مهمة، اللي باش طيب لنا الروز، باش نصب عليه الماء البارد. الماء البارد اللي هو من السبالة طول. هذه الأستيس هذه هي اللي باش تعطي باش تعمل الفرق، باش تعطينا روز طايب شاد روحه ما شاء الله، معناتها كل كعبة وحدها. الأستيس هذه قالت لي عليها خالتي، من اللي قالت لي عليها، والروز ما شاء الله يجي في يدي يهبل. حسيلو هذا رزنا بعد ما غسلناه باش نحطها على النار. شنو الحكمة فيها؟ ما شاء الله الروز يطيب في ساعة، يطيب معناتها يطيب مع فهمتوا، وتكون الكعبة معناتها شادة روحها، موش مهري. روز على قاعدة ما شاء الله. نمشي نعمل الصوص متاعي، خليته غادي يبوخ، خليت زيت وحطيت كونتيتي باهية. الروز تعرفوا الروز والسوانس بصفة عامة تحب الزيت. قليت قرينات فلفل ملحين، وحطيت عليهم البصل. خذيت حكاية راس بصل فرمته وحطيته يتقلى، البصل يسيب الفيحة متاعه. ونحط الدجاج، خذيت قطيعة سكالوب وملحتهم باش يجي اللحم بعدين ما يجيش ماسط. حطيت ورقة رند وخلطت كل شيء مع بعضه باش نحط تويكة طماطم بعد ما تقلى اللحم مع الزيت والبصل. حطيت مغرفتين ونص طماطم متوسطين باهيين معناتها تاع صوص، وعندي شوية طماطم كعب مفرومة، نحيت لهم القشرة معناتها في الماء السخون ورحيتهم. حطيت مغرفة كبيرة فلفل حسب اختياركم، حار ولا حلو. حسيلوني مغرفة فلفل حار اللي عملتها، واستعملت شوية فاح ولا هو حوار ولا بزار اللي نستعملوا فيه في الجنوب التونسي، ومعاه الكركم. الفاح ولا البزار اللي حطيته موجود على القناة فيديو. وحطيت الثوم، قلبتهم مع بعضهم هيك شوية، خليتهم هيك يتكتكوا شوية قبل لا نمرقهم. صبيت لهم شوية ماء وخليهم يتكتكوا، يسيبوا الريحة ويسيبوا الفيحة وياخذ والدجاج ولا اللحم ياخذ اللون زاده كيف كيف. ونحط عريفات السفنارية، حطيتهم كاملين. باش نحط الحمص زاده كيف كيف. وباش نمرقهم بالماء يغلي، ديما كسرة الماء بجنبكم. وهكا نعطيه دوسته متاع الماء، ما نكثروش. الصوانص بصفة عامة ما تحبش برشا ماء، ونقصوا عليها الغاز. شوفوا كمية الماء ماهيش ياسرة،
المهم تنقصوا الغاز ويطيب سلة سلة واحدة واحدة، يسيب الريحة وتطيب الصوص على قاعدة. هذا الرز بتاعنا في ساعة ما ياخدش برشا وقت في الطياب. أنا عطيته وقت، خليته نص ساعة ولا 7 دراج، ولكن في النص ساعة وال7 دراج هذوك تحسوا الكعيبة ما شاء الله معناتها طايبة من غير حتى شيء. هذايا توا باش نهبطه، هو تو هيك ويسمى طايب، ولكن احنا باش نزيدوه شوية صوص ونزيدوه شوية من هاك الزيت باش يتفرك، باش يمشي كل كعبة وحدها. وهكا كان حسيتوه ناقص زادا كيف هكا زيدوا شوية من الصوص ولا شوية ماء. حسيلو اني وقت اللي هبطته راهو طايب موش. اما باش نزيد شوية الصوص وشوية الزيت باش يتفرك ونعاود نرجع زادا كيف يزيد يطيب ويشد روحه. ما شاء الله معناتها تجي الكعبة ما شاء الله. باش نقربه لكم وتو تشوفوه. علاش قلت لكم من الاول راهو بريسك طيب، ولكن حبيت نزيد له شويه الصوص وشويه الزيت باش يزيد يتفرك، باش الكعيبه تشد روحها. شوفوه ما شاء الله تويكا مازال راهو ما شربش الصوص والواحد والزيت. باش نحطه يفور تفويره ثانيه كيف ما ياخذش برشا وقت. المره هذه التفويره اقل، ما معناتها ربع ساعة 4 دراج، ما يجرى له حتى شيء مادام حطيتوا له الزيت متاع الصوص، ما يطرى له حتى شيء. حتىش الوقت تطيب فيه الصوص وتحضر شوفوا كيفاش توا بعد ما شربك انا ولا يتفرك مش كيما اول مرة. هكا هذا الرز بتاعنا حاضر، نحطوه على النار ونمشوا نتفقدوا الصوص بتاعنا، نحطوا لها قرينات فلفل. الصوص ما تجيش عقدة برشا وما تجيش زادة جارية باهية فما معناتها كونتيتي متاع صوص. هكا هذا الرز طيب ما خداش مني برشا وقت. وهذه الصوص حاضرة زادة كيف باش نهبطه في الصحفة ولا في القصعة ونزيد الصوص متاعها نحركه ونخليه يتشرب. راهو معناتها كي تحركوا الصوص تحركوا الروز سامحوني، خلوه يرتاح، خلوه يشرب. معناتها راهو مش كيما تحركيه اول مره، كيما يرتاح معاك دريج يشرب الصوص نتاعه والكعبه معناتها تشد روحها ويمشي يفرك. مش معناتها ما يجيش معجن حتى كي تحطيه في الصحن ولا في الصحفه. هذه الصوص حطيت الكسكاس وفرغت فيه الصوص، نحيتك صفيته. شوفوا هاك اللون اللي في الصوص وهاك التكستير ما شاء الله معناتها سمحة جد. ملاحظة حبيت نقولها، الروز راهو ما يجيش طايب ياسر، مش طيب ياسر، ياخذ وقته في الطياب ولكن ما يجيش معجن، ما يجيش معناتها الكعبة كي تمسوها تبدا معناتها طايبة كم نقولوا احنا تذوب في ايديكم كيما المكرونة ولا السباجيتي. معناتها ديما كي تبدا فيها شوية عرقنية شوية بركة عرقنية، مش معناتها راينية تاخذ وقتها كامل. ولكن انا مش نقولوا احنا مش مبلولة برشا باش تعطيها فرصة انها تشرب الصوص متاعها وتجي ما شاء الله. مقرونة زادة طايبة برشا ما تجيش بنينة. الروز كيف يبدا معجن موش بنين. حسيلو هذا روزنا حركناه وارتحناه خليناه يشرب الصوص متاعه. وهذه الريزلتا فينال نودكم من شهيكم. ما شاء الله الطعم ما شاء الله والمنظر على عينكم، ونودكم من شهيكم. وشكرا لكم على المتابعة، لايك وسبسكرايب للقناة. دمتم في حفظ الله.